هنبدأ نفلوج تاني. السلام عليكم وبداية فلوج جديد. فلوج سريع. الفلوج ده شغل اسمها الفلوجينج. عمرك سألت نفسك ازاي جو حطاب وكريم السيد وعمرو شريف وغيرهم من الفلوجرز الكبار ازاي نجحوا فعلا في مجالهم؟ في الفيديو ده هقول لك على 5 حاجات اي فلوجر ناجح لازم يعملها، واخر 2 هيفرقوا معاك جدا على فكره. رقم 1، دايما فكر نفسك بقاعده شو دونت تيل، يعني ايه؟ بص كده الفيديوهين دول وانت بنفسك هتحكم انهي احسن. عايز اتكلم معاك في موضوع في غايه الاهميه، بس قبل كل ده هقوم اعمل كوبايه شاي بسرعه واجي. بص بقى يا سيدي، عايز اتكلم معاك في موضوع تاني حاجه، وهي الفاست كات. اكيد في ظل المحتوى السريع اللي احنا فيه ده بيقابلك مشكله، وهي ان انت بتبقى عايز تحكي احداث كتير في وقت قصير، وهنا الفاست كات هتيجي تحل لك المشكله دي تماما. تقدر تحكي قصه كبيره عن طريق سلسله من المشاهد، كل مشهد مدته ما تزيدش عن ثانيتين تقريبا. بص كده الفيديو ده وانت هتفهمني اكتر. رقم 3، ما تكسلش انك تغير بين زوايا التصوير. بص كده الفيديوهين دول قاعده رقم 4، مثل وكانك مشهور. انا عارف ان في بدايه قصه اي صانع محتوى الموضوع بيبقى صعب جدا ان انت تحس ان انت بتتكلم قدام الكاميرا، مفيش حد يعرفك لسه. احكي الاحداث وكان في 100 واحد قاعدين بيتفرجوا، ومع الوقت فعلا هيكون ليك الجمهور بتاعك، بس انت اصبر. حاجه رقم 5، ولو عرفت تنفذها صح صدقني هتفرق معاك جدا في عدد المشاهدين والتفاعل. هشرح لك الموضوع بس مش عايزك تفهمني غلط. في البدايه محدش مهتم بيك انت كشخص، وده لان لسه محدش يعرفك، فهم ما يعرفوش انت مين عشان يهتموا بيك انت كشخص. فدايما خد الفيديوهات بتاعتك في الاول ان هي تتكلم على توبيك مختلف، بتحاول تتعلم حاجه جديده، تتحدى نفسك تعمل حاجه، تتكلم عن موضوع او قضيه، واثناء ما انت ماشي في احداث يومك ناقش النقطه والقضيه دي. مش عايزك تاخد الناس في احداث يومك بس، لان الموضوع هيبقى ممل، بس دول يعتبروا ال5 حاجات اللي لاحظتهم عند الفلوجرز الكبار. يا ريت تسيب لي في كومنتس ايه اكتر واحده كانت جديده بالنسبه لك. سلام.